السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. هنعمل مع بعض النهارده القرص الطريه بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهنتكلم مع بعض ازاي بقى نخزنها وازاي نحفظها وازاي هنتكلم مع بعض ان شاء الله في كل حاجه. بس في الاول كده حط لي بقى لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. هنبتدي مع بعض النهارده بالمقادير باذن الله. معايا كيلو من الدقيق. هعمل بقى كيس كده من الخميره، ومعايا شويه ميه دافيين. انا هعجن النهارده بلبن، فلبن على ميه يعني، مش لبن بس ولا ميه بس. فانا ما حطيتش بقى لبن بودره المره دي، فجبت بقى كيس خميره وربع كوبايه كده من الميه، وحطيت عليهم معلقه من الدقيق، وهحط عليهم معلقتين من السكر، وهحط حوالي عن معلقتين كده 3 معالق 3 معالق كده. يعني انا قسمت هم 5 معالق من السكر، حطيت معلقتين مع الخميره عشان خاطر اعمل الاختبار اللي انا بعمله معاكم كل مره. وحطيت 3 معالق في الايه، في الدقيق، عشان خاطر العجينه بتاعتي كده انا عايزاها ايه، لا تبقى مسكره قوي ولا تبقى برضو عدبه قوي، عشان خاطر لو عايزين تاكلوها مثلا بجبنه او حاجه يبقى حلوه قوي. انما لو هو هتاكلوها لوحدها كده بتبقى عايزينها كده مسكره بزياده يعني. مسكره بزياده تحطوا نص كوبايه من السكر. نص كوبايه من السكر هتبقى يعني في قرص كده معينه بتبقى مسكره كده بزياده. انما ديت انا عايزاها يعني تكون وسط كده، لا تبقى مسكره قوي ولا لا ولا مش مسكره، عشان لو حابين تاكلوا بها جبنه او حاجه تلقاها طعمها حلو يعني. حطيت معلقتين كده من البيكنج باودر، واحط كيس فانيليا. كيس الفانيليا ده العجينه ما فيش فيها بيض ولا حاجه، بس كيس الفانيليا ده بيخلي ريحتها حلوه جدا جدا جدا، احلى كمان من اللي بتشموها انتوا في الافران. ومعايا بقى حواله ديت على نص كوبايه كده من السمسم المحمص، حمصته كده على النار في طاسه فاضيه خالص خالص خالص. مش من غير اي حاجه، من غير دهون ومن غير اي حاجه. حطيتها في طاسه كده فاضيه وحطيتها على النار وسبتها بقى ايه، تتقلب كده. هبدأ بقى اشغل العجان بتاعي، هحط بقى الخطاف ده. الخطاف بصراحة لقيته حلو قوي والعجن بتاعه حلو، بالذات لما مثلا كيلو دقيق اقل من كيلو، الخطاف بيبقى حلو قوي في عن التانية. الكف اقصد، الكف بيبقى حلو في العجين عن الخطاف. وبالذات في الحاجات اللي هي القليله، يعني ده كيلو واحد بس من الدقيق، فعجنهم لي وبقى زي الفل، وما حسيتش ان هو بيتقل ولا حاجه. وانا بتعامل مع العجان بتاعي ان انا بشغله شويه وبريحه. يعني يعني بشغله وبعدين اريحه مثلا 3 دقايق وارجع اشغله وارجع ما بسيبوش شغال متواصل على الحاجه. بدات بقى حطيت كيلو الدقيق ده، انا بحط له كوبايه ونص من الماده الدهنيه، كوبايه من السمنه، نص كوبايه من الزيت. يبقى كيلو الدقيق بحط له كوبايه ونص من الماده الدهنيه. طبعا كل المقادير انا بكتبها في صندوق الوصف. إيه كوبايه من الماده الدهنيه دي، كوبايه من السمنه، على كوبايه، على نص كوبايه كده من الزيت. هفضل ابس فيها بقى لغايه ما ادمجها كده ما بين ايديا وادوس عليها الاقيها تتفتت زي الرمل. اهو الخميره بتاعتي طبعا خمرانه وزي الفل. هجيب بقى ايه، هبدا اعجن بقى اهو زي ما انتم شايفين اهو. حطيت بقى ايه شويه لبن كده، دفتهم على النار وحطيتهم على نفس الطبق بتاع الخميره ده، وهعجنهم. انا كان عندي كوبايه كده من اللبن وبدات اعجن بالباقي بميه. بقيت احط بقى العجينه على حسب ما تاخد. انا عايزاها عجينه طريه جدا جدا جدا، عشان انا عاملاها دي قرص طريه، قرص طريه كده يعني بجد تدوس عليها كده عامله زي الاسفنج، حلوه جدا جدا جدا. وبنجيبها الافران. يعني عايزه اقول لكم كيلو الدقيق ده بيرمي حوالي عن 2 كيلو او 2 كيلو الا ربع من القرص. وهو كيلو الدقيق بيتباع دلوقتي ب70 وب80، وفي قرص في افران كمان بتبيعها ب90 جنيه. فانا كيلو الدقيق ده وحطيت عليه كوبايه ونص من السمنه، على نص كوبايه من السمسم، على نص كيس بيكنج باودر، على كيس خميره، كلفتني مثلا قولوا 60 جنيه. قولي 60 جنيه، رمت معايا حوالي عن كيلو ونص ولا 2 كيلو الا ربع من
من القرص دي بصراحة، عشان يعني أكون للأمانة معاكم، القرص دي كانت مسافرة. أنا ابني سافر، يعني أنا ابني ربنا يبعت له باب رزق يا رب، هو وكل الشباب وكل اللي بيسعى على رزقه. فأنا كنت عاملة له بقى شوية قرص من دولت، عملت له يعني قرص سادة، وعملت له قرص برضو بالعجوة. بس بصراحة ما صورتش القرص بتاعة العجوة دي، عشان كنت مصوراها في نفس يوم السفر، يعني عملتها نفس اليوم اللي كان مسافر فيه. فما كانش فيه وقت، وكانت نفسيتي طبعا يعني مش احسن حاجة. فالحمد لله، ربنا يا رب يوسع رزقه ورزق الشباب كلهم يا رب. سبت العجينة بتاعتي بقى تخمر، وبدأت بقى ان انا بشكلها كده على طول، باخد بقى من العجينة واحط كده في الصينية، وهبدأ بقى ان انا اسيبها، يعني بشكلها، بشكل جزء مثلا وبطط عليه واسيبه على جنب يستريح، واعمل الصينية اللي بعدها، وهكذا وهكذا. وانا بخمر القرص الطرية بالذات بخمرها مرتين. مرة اول ما تخمر، يعني اول ما بقى خمرتها اول مره، وبعد ما بشكلها بسيبها تخمر كمان مره، وبعد كده بسخن الفرن حلو جدا جدا جدا، واقوم رايحه بقى حطها على واقوم حاطه واقلب بقى الصينيه بتاعتي يمين وشمال، عشان خاطر كده تاخد لون واحد طول ما هي في الفرن. بس كده. فانا قلت بقى اعملهم له، وازاي بقى انا ستفتهم له. جبت علب بقى من بتاعه الحفظ دي، والعلب دي حلوه جدا جدا، لو يعني مش عاملينها حتى لو مش هتسافر وعايزين تحفظوها، تفضل طريه كده من اول واحده لاخر واحده، وهتعملوا كميه بقى. العلب اللي انا هوريها لكم ديت حلوه جدا 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 بجد في الحفظ، يعني تحفظوها كده وتحطوها لو انتوا مثلا عاملين كميه وحابين تحطوها مثلا في الفريزر، وتطلعوها قبل ما علبه مثلا حطيتوها على الرخامه كده، احنا في الجو برد طبعا مش هيجرى لها اي حاجه، حطيتوها مثلا علبه خلصتوها وعايزين تحفظوا العلبه التانية، عينوها في الفريزر وما العلبه الاولانيه تخلص. يعني هو ده عمل لي علبتين من اللي انتوا هتشوفوهم معايا دلوقتي، يعني هو من اللي انتوا هتشوفوهم دول معايا عملوا لي علبتين، العلب اللي هي الكبيره دي. صراحه ما اعرفش ميزانها قد ايه بعد ما وزنتها، بس يعني بالتقريب، يعني جوزي بيقول لي كده، يعني يعتبروا 2 كيلو 2 كيلو الا ربع، في الحدود دي. فان شاء الله ان شاء الله قريب جدا باذن الله هجيب ميزان، وابقى اوزن الحاجه كده بعد ما تخلص، واقول لكم يعني مثلا كيلو الدقيق يعمل قد ايه، يعني قد ايه قرص، قد ايه لو عملنا كحك، لو عملنا بسكوت، لو عملنا حاجه. بعد ما بتخلصي كيلو الدقيق ده بيكونوا قد ايه بالميزان طبعا هتقدري تعرفيه. بس عايزه اقول لك ان هو بيرمي كميه حلوه جدا جدا جدا. اهو بعد بقى ما حطيتهم بقى في الصينيه كده، هبدا بقى ابططهم كده، وهسيبهم بقى يستريحوا كده على جنب لغايه ما اخلص كل الكميه، وابدا بقى اشغل الفرن على ما يسخن، ابدا بقى اخبز اول صينيه انا عملتها، بتكون خمرت بقى. زي ما انتم شايفين هكمل بقى اللهم صل على النبي. الكيلو الدقيق ده عمل لي حوالي عن 6 صواني، يعني هتشوفوهم معايا دلوقتي انا بعد ما خلصت اهو. شايفين الجمال بجد والله العظيم، الدقيق وريحه الخميره وريحه السمسم والسمنه والحاجات دي. وما بتكون سمنه حلوه دي على فكره، سمنه روابي اللي هي بالقشطه، حلوه جدا جدا في القرص بجد تحفه. وكيس الفانيليا بقى اللي احنا حطيناه، عايزه اقول لكم بقت ماليه ريحه البيت، يعني ريحه البيت كلها بقت ريحه خبيث كده، بحاجه تفرح، يعني حاجه تفرح بجد. اهو زي ما انتم شايفين عملوا لي ال6 صواني دولت. كام واحده برضو لا مش عارفه، ما عدتهمش بصراحه، بس عملوا كميه حلوه، يعني كيلو الدقيق ده عمل لي كميه حلوه، عمل لي علبتين، عملت له زي ما بقول لكم كده كيلو اللي هو القرص بتاعتنا دي، عملت كيلو الدقيق ده، وعملت اللهم صل على النبي كيلو كمان بالعجوه بقى قراقيش، يعني كانت حلوه جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هو بعد ما سافر ووصل بالسلامه قال لي والله يا ماما نفعتني جدا جدا، ما كانش ليه نفس للاكل وكده، كان ياخد قرصه بقى مع كوبايه شاي. كان طبعا لسه اول مره بقى يسافر واول مره يطلع بره مصر، فحبيت ان انا اعمل له الحاجات ديت، يعني تنفعه هو وزمايله اللي نزل عليهم. كلهم بقى مبسوطين منها بجد. حاجه بتفرح، حاجه تفرح يعني. هي في البيت اصلا خير، زي ما انتم متعودين معايا ان انا بعمل الحاجات دي كلها دايما في البيت. اهو زي ما انتم شايفين، ولونها حلو جدا، واللي عاطلها اللون الحلو ده والله ما دهنت وشها ولا اي حاجه. اللي انا عملته ده اللهم صل على النبي، له السكر هو اللي بيديلها اللون المحمر الحلو اللي انتوا بتشوفوه في الافران ده. بدات بقى استفهم كده في العلبه، وانا كنت عامله القرص دي قبلها بيوم، وكنت مغلفاها ولفاها بالاسترتش وكده، وكنت حطاها له في الفريزر.
في التلاجة اقصد، معلش، في التلاجة من تحت، كنت حطاها له في التلاجة من تحت، وقمت رايحه بقى ايه، وغلفتها بالاسترتش عشان خاطر ما تتكسرش معاه في الشنطه وكده. بس كده. ولو انتوا طبعا عاملين مشروع من البيت تقدروا طبعا تبيعوها في العلب ديت وتوزنوها، وتبقى حلوه جدا وتوصل للناس سليمه كده، حلوه من غير ما تتكسر ولا غير يجرى لها اي حاجه. اهو هقفل بقى العلب بتاعتي ديت، وهقوم رايحه بقى مغلفاها بالاسترتش بقى كام تغليفه كده، عشان خاطر ما تتفتحش منه. وانا لما بيكون عندنا هنا في البيت بسيب العلبه كده على الرخامه يتاخد منها. ولو زملت بقى بزياده ليا مثلا اهو، بقوم عاينه العلبه ديت في الفريزر او في التلاجة، عشان ما تفرولش او ما تبتولش، او ما يعني ما يجرالهاش حاجه، لغايه ما العلبه الاولانيه تخلص يبداوا يجروا بقى العلبه التانية. بس كده. يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، واي سؤال عايزيني فيه، يعني ما العلبتين اتملى هما، وبقى 3 قرصات كده سبتهم بقى في جنب اهو. بجد حلوة جدا. ان شاء الله اي سؤال عايزيني ما كنتش قلته في الفيديو يعني قولوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله برد عليكم. وده الفيديو بتاع النهارده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.